أهلا بكم يا أصدقائي. اليوم سوف نقدم لكم 10 علامات سرية سوف تعرف من خلالها إذا كنت عبقريا أم لا. العلامة الأولى: إذا كنت تخلد إلى النوم في وقت متأخر أو تستيقظ في وقت متأخر. من قبل كان يطلق على هؤلاء الأشخاص اسم البومة، أما الآن يمكن أن نطلق عليهم اسم العباقرة. وعلامة العبقرية هذه توصل إليها علماء من كلية الاقتصاد بجامعة لندن، فقد أكدوا أن الأشخاص الذين يظلون مستيقظين لفترة متأخرة من الليل أو حتى الصباح أذكى من الأشخاص الذين يخلدون للنوم في وقت مبكر. العلامة الثانية: عندما تشك في أنك عبقري، الشك في النفس دليل على العبقرية، فكما قال الفيلسوف اليوناني سقراط: أنا أعلم أنني لا أعلم شيء. فالأشخاص العباقرة ثقتهم بنفسهم قليلة، فيقوموا بملاحظة أخطائهم وتصحيحها بشكل سريع، ودائما يعتبرون الآخرين أكثر معرفة منهم. العلامة الثالثة: إذا كنت تشعر بالضجر من الأشخاص الذين يأكلون بطريقة غريبة عندما يلطخ بعض الناس أفواههم أو شفاههم بالقليل من الطعام، فهذا أمر يثير استياء الكثير من الناس. لكن إذا كنت تشعر بأنك على وشك أن تنفجر من الغضب عندما تجلس بجوار أولئك الأشخاص، فأغلب الظن أنك عبقري. طبقا للأبحاث التي أجريت، فإن الأشخاص العباقرة حساسين تجاه الأصوات التي تصدر حولهم، فهم يستقبلون الأصوات بطريقة أكثر حدة من الآخرين. لذلك الأمر لا يتعلق بعدم القدرة على التحمل، وإنما بالعبقرية. العلامة الرابعة: إذا كان لديك حس فكاهي عالي، هناك دراسة أجريت حول درجة جذابنا للأشخاص أثبتت أن الأشخاص الذين حصلوا على درجات عالية في اختبارات التفكير المجرد والذكاء اللفظي هم الأشخاص الذين لديهم حس فكاهي عالي، مما جعلهم أكثر جاذبية. العلامة الخامسة: إذا كنت تمتلك عيونا رمادية أو بنية اللون. الذكاء لا تتحدث عنه فقط تصرفاتك وأفكارك، وإنما أيضا لون عينيك. جون روف الأستاذ بجامعة لويس توصل إلى استنتاج، وهو أن الأشخاص الذين يملكون عيونا رمادية أو بنية اللون يفكرون بعمق أكثر من الأشخاص الذين يملكون عيونا بألوان أخرى. يقول روف أن هذا الاستنتاج تم التوصل إليه بناء على ملاحظات علمية دقيقة. العلامة السادسة: إذا كنت تحب شرب الكحوليات، هناك مجموعة من الأبحاث ربطت مستوى الذكاء بدرجة شرب الكحوليات، وكانت نتيجة الأبحاث التي أجريت عام 2016 أن خريجي الجامعات يتناولون الكحول بشكل أكبر مقارنة بالأشخاص الذين لم يلتحقوا بالجامعة. العلامة السابعة: إذا كان الرسم الهندسي هو أفضل وسيلة لتسلية وقتك، من المعروف أن الرسم الميكانيكي وسيلة جيدة للتخلص من الضغط العصبي، لكن الرسم الهندسي بالقلم الرصاصي أو الجاف على الورق أصبح معروفا منذ فترة قريبة كأحد سمات العبقرية، حيث يؤكد الخبراء أن الأشخاص الذين يميلون لهذا النوع من الرسم يتمتعون بمستوى ذكاء عالي. يتمثل الأمر في أن الرسم الهندسي هو رغبة تصدر من الدماغ للتعبير عن النشاط العقلي. كلما كان العقل أكثر نشاطا، كلما كانت شخصية الإنسان استثنائية. لذلك في المرة المقبلة عندما تبدأ في الرسم، تذكر أن عقلك يعمل على إنتاج شيء جديد. العلامة الثامنة: إذا كنت تحب القطط، الشخصيات التي تحب القطط أقل تفاعلا من الشخصيات المحبة للكلاب، إلا أن الأبحاث أثبتت أن الأشخاص الذين يفضلون تربية القطط حصلوا على درجات أعلى في اختبارات الذكاء الشخصي، وقد شارك في هذه الاختبارات أكثر من 600 من طلاب الجامعات. العلامة التاسعة: إذا كنت تفكر في موقف واحد أكثر من مرة، إذا كنت مساء لا تستطيع النوم بسبب أنك تفكر في جميع المواقف السلبية التي حدثت معك طوال اليوم، وفي كل مرة ترى أن المواقف التي حدثت كانت سيئة، فهذا ليس دليلا على التشاؤم، وإنما على العبقرية. فالأشخاص المرحة التي لا تبالي لا تفكر، لذلك مستوى ذكائهم أقل مقارنة بالشخصيات الانفعالية، وقد شرح ذلك أستاذ آدم برينكس الخبير في مجال الأعصاب
والشخصيات، حيث قال أن التقبل الفردي للواقع والخيال يكون في داخلنا نشاط عفوي لا نشعر به، وكلما زاد نشاط العقل كلما زاد التفكير وارتفعت درجة الذكاء. العلامة العاشرة: كثيرا ما تشعر بالكسل. الأشخاص الذين دائما ما يشعرون بالكسل أكثر ذكاء من الأشخاص النشيطة، وقد أثبت ذلك علماء من جامعة فلوريدا، فقد لاحظوا أن الأشخاص الذين لديهم مستوى ذكاء عالي لا يشعرون بالملل بسهولة، لذلك فهم على استعداد لقضاء الكثير من الوقت دون حركة منغمسين في أفكارهم. نستنتج من هذا أنه ليس بالضرورة القيام بمجهود بدني لكي تنشط عمل عقلك. اكتب لنا في تعليق كم علامة من هذه العلامات وجدتها في شخصيتك. قم بالضغط على زر الإعجاب إذا كنت واثقا من أن شعورك الدائم بالكسل دليل على عبقريتك.